شابوه لنادي بيراميدز، بجد بجد شابوه. الناس دي النهارده عامله موسم من افضل المواسم، بجد موسم تاريخي. صلوا على النبي يا جماعه في البدايه كده، قولوا عليه الصلاه والسلام. طبعا انا راجل زملكاوي ما بحبش نادي بيراميدز بسبب ان هو اخد مكاني في جميع البطولات المحليه والقاريه وقطع بيا من المشهد وطلعني بره الصوره. انا ما بحبوش لانه اخد مكاني، وكمان المصيبه السوداء ان هو بياخد جماهيري وخد مني اعلامي، فانا ما بحبوش. وبعض الاهلاويه ما بتحبش النادي ده عشان اتعمل برضو اتنشأ للمكايده في النادي الاهلي وعشان يوقع الاهلي، مش عشان الاستثمار زي ما بيدعوا او عشان ان هو ينمي الكره المصريه ويفيد الكره المصريه. ما فيش الكلام ده، كلنا فاهمين النادي ده اتنشأ ليه، عشان يوقع النادي الاهلي، بس مش عشان احنا ما بنحبش النادي ده ما ندوليش حقه. ما شاء الله عاملين موسم تاريخي، عاملين موسم للتاريخ. بيفوزوا بلقب دوري ابطال افريقيا للمره الاولى في تاريخهم، وكمان بيفوزوا بالسوبر الافريقي للمره الاولى في تاريخهم على حساب مين؟ نهضه بركان. وكمان بيطيحوا باهل جده على ارض وسط جمهوره من مسابقه او بطوله الانتر كونتيننتال، ويتاهلوا للدور قبل النهائي. فالناس دي عامله موسم تاريخي بجد، ما شاء الله على النادي ده. نديله حقه ونقول له شابوه، انت شرفتنا في كل البطولات. ومش معنى كده ان انا كزملكاوي مبسوط، ده بالعكس انا مقهور. معلش، الاهلي عمل اللي عليه وزياده. الاهلي كل سنه بيلعب نهائي دوري ابطال، الاهلي كل سنه بطل دوري الابطال، الاهلي كل سنه في كاس عالم، الاهلي كل سنه بيلعب سوبر افريقي. طب انا ايه الدنيا؟ يا جماعه؟ انا ما بزعلش؟ ما بنحسش يا جدعان؟ الاهلي بقى عنده 12 لقب وهم بقى عندهم لقب وعندهم واحد سوبر، وانا ما زلت قاعد في الخط بقالي 26 سنه يا مؤمنين. مش قادر اخد بطوله دوري الابطال، مش قادر افرح جمهور الحزين التعيس واروح كاس عالم، مش قادر اروح العب انتر كونتيننتال. الناس اهي حجزت مقعدها في كاس العالم للانديه اللي جاي، والاهلي السنه دي هياخد البطوله دي. الاهلي السنه دي هياخد البطوله دي. اصبح في الكره المصريه فرقتين الكل يعمل لهم الف حساب. النادي الاهلي رقم واحد طبعا، ومش هيجي زيه في القاره دي كلها وفي العالم ده كلاته، ثم نادي بيراميدز اللي المفروض كان الزمالك مكان منه. النهارده المفروض الزمالك هو اللي كان بيمثلنا، المفروض الزمالك هو اللي كان بيلعب نهائي السوبر. من الطبيعي ان الاهلي يطلع من الدور قبل النهائي، يطلع اصلا من دور المجموعات، من الطبيعي. فريق بقاله 4 دورات على التوالي بيلعب نهائيات وبيكسب وبياخد 5 نهائيات. لعب 5 نهائي دوري ابطال، خد 2 وريح في واحده وضاعت منه في فاعل، وخد اللي بعد منها الرابع واخد ال5. انت عايزه يروح كمان للنهائي السادس؟ ليه يا عم؟ مفيش رجاله في القاره ولا ايه؟ القاره كلها بقت حريم ولا ايه؟ لا بجد والله، الاهلي خلاص بقى بيدوس على الكل ولا ايه؟ من الطبيعي ان هو يهدى شويه ويحصل له ضربات ويطلع من بعض الادوار. لا ده الاهلي كمان كان وحش وطالع من الدور قبل النهائي. لولا غلطه ياسر ابراهيم والله الاهلي كان هياخد البطوله دي. لو كان وصل للنهائي امام بيراميدز كان الاهلي هياخدها. الاهلي في نهائي دوري الابطال يعني والله لو مكسح ما بيسيبها لحد، ما بيسيبهاش. والدليل في نهائي القرن كنا احنا الافضل وهم يعني كان على الله حكايتهم، كان عندهم بعض المشاكل وقدروا ان هم يكسبونا، وكنا داخلين بنقول ان احنا هنفوز على الاهلي. لا يا جماعه، عايز اقول لكم ان انا النهارده حزين جدا، انا النهارده تعيس جدا. جمهور الزمالك واعلام الزمالك اللي بيطبل للنادي ده، ماشي طبل له يا عم، بس اعمل زيه، طبل له واعمل زي انت طبلت له خلاص ورميت طوبه الزمالك ورميت الفوطه وبقيت خلاص بيراميدزاوي. خلاص شجع بيراميدز، ما تبقاش زملكاوي وتطلع تشجعهم في المحليات. شجعهم يابا في القريات ماشي زيك زي اي حد، انما تطلع تطبل له ليل ونهار وتحسسني ان الزمالك هو اللي خد السوبر الافريقي. ده انتوا حسستونا ان الزمالك هو اللي خد بطوله دوري الابطال مش بيراميدز. ده انتوا حسستونا ان الزمالك هو اللي صعد للدور قبل نهائي في بطوله الانتر كونتيننتال لما خد كاس ال3 قارات اللي انتوا ما كنتوش معترفين بيه لما الاهلي اخده. يا جماعه انا والله العظيم حزين جدا جدا. شابوه طبعا، الناس دي تستحق الفرحه، تستحق ان احنا نشيد بها، بس انا زعلان.
انا كان نفسي اكون مكان منهم. تعالى بقى عزيزي المتابع نروح للزمالك النهارده. شابوه لعيبه الزمالك ان هي قدرت تفوز بسكور على فريق كيدها في بطوله الكونفدراليه لدور ال 32. على قد ما انا ما فرحان على قد ما انا زعلان. انا لحد امتى هفضل العب في الكونفدراليه؟ انا عايز العب في بطوله دوري الابطال، عايز احس ان انا بني ادم، عايز احس ان انا عندي فرقه بشجعها، مش عايز احس ان انا اقل من اي حد. فريق اهوت لسه ابن امبارح بيفوز بالسوبر الافريقي للمره الاولى في تاريخه، يعني يوم ما خد بطوله دوري الابطال خد معاها السوبر الافريقي، حقق الثنائيه، وكمان رايح يلعب في الدور قبل النهائي لكاس الانتر كونتيننتال، وان شاء الله يفوز ويلعب نهائي. انا حزين جدا، نفسي ابقى كده يا جماعه، نفسي ابقى زي النادي الاهلي كل سنه امثل بلدي في بطوله دوري الابطال، افوز بالدوري، افوز بالسوبر المصري، اروح العب انتر كونتيننتال، العب كاس عالم. انا حزين على اللي بيحصل في الزمالك. كونفدراليه ايه يا جدعان؟ دي مش شبهنا ولا هي بتاعتنا. الزمالك اتولد عشان يلعب في بطوله دوري الابطال ويبقى بطل، ما يبقاش اقل من حد. احنا كده اقل من الناس كلها يا جماعه، كده احنا اقل من الناس كلها. طبعا عايز ابارك لجمهور الاهلي واقول لهم مبروك يا جدعان، انتوا بقى عندكم مدير فني بجد. الاهلي يا جماعه عنده مدير فني بجد ما شاء الله عليه، الراجل ده بتاع كوره. النهارده الاهلي بيفوز خارج الديار بنتيجه 1-0، ولكن وخليك في كلمه ولكن عشان دي مهمه جدا، الاهلي بيكسب باداء مقنع. اتحدى اي حد النهارده ان هو ما كانش متكيف من اداء الاهلي النهارده خارج ارضه، وهو بيلعب على ارض ترتان زي ما بنقول هنا في مصر وبيسموه نجيل صناعي. الاهلي النهارده كان بيلعب في اجواء لا تصلح ان اي حد يلعب فيها كره قدم، مطره ورياح ومش عارف ايه ونجيل صناعي وارضيه ملعب بتزحلق. الاهلي النهارده ظهر بشكل كويس، مدير فني واقف على الخط بيزعق لدفاع الاهلي، قال لهم ايه ده؟ هو انتوا واقفين جنب الشناوي ليه؟ لا يا حبيبي، احنا شخصيتنا شخصيه البطل، اطلع اقف في نص الملعب، احنا بنضغط ما نضغطش، احنا نلعب دفاع متقدم، احنا نبني من نص الملعب. يعني اقفوا لي في نص الملعب، حته ان انت تقف لي عند الشناوي وانت معاك الكره دي ما تلزمنيش، معاك الكره العب دفاع متقدم، احنا نضغط ما نضغطش. الاهلي النهارده ظهر بشكل جيد ما شاء الله، عنده مدير فني هينسي جمهور الاهلي حاجه اسمها فايلر. يعني لما تيجي النهارده تسال اي اهلاوي تقول له مين افضل مدير فني مسك الاهلي ونفسك ان هو يرجع يمسك الاهلي تاني او يدرب النادي الاهلي، يقول لك فايلر. الراجل ده بقى هينسي الاهلاويه حاجه اسمها فايلر، والراجل ده هيوصل بالاهلي نهائي دوري الابطال ومش بعيد يفوز باللقب ده يا جدعان. الاهلي بقى مرعب، هيبقى مرعب. بصوا يا جماعه، هو ما ينفعش نحكم على مدير فني في اول لقاء ليه، ولكن الجواب باين من عنوانه. شغل الراجل باين على ارض الواقع، لمسات لعيبه الاهلي للكوره باينه، اللمسات واضحه، في شغل يا جماعه، في تكتيك، في شغل فني عالي جدا داخل ارضيه الملعب، التحرك بدون كوره، التمركز صحيح، دفاع الاهلي ما عندوش اخطاء، لعيبه الوسط ما شاء الله مركزه، مروان عطيه ما شاء الله، محمد هاني، بن شرقي، احمد عبد القادر يا جماعه اللي كانوا بيقولوا رايح الزمالك، الواد النهارده ما شاء الله عليه نزل النهارده شويه قلب الدنيا. لا لعيبه الاهلي يا جماعه بدات تفوق، ما عدا واحد اللي مش عاجبني، محمد شريف اللي عليه علامه استفهام كبيره. انا قلت هو جاي الاهلي ليه؟ انا قلت قميص الاهلي واسع جدا على محمد شريف، لان محمد شريف مهاجم عادي زي اي مهاجم في الدوري المصري، مش سوبر السوبر يعني بمعنى اصح، ولكن هي ارزاق وجهه نظر اداره الاهلي. طبعا دي حاجه بتاعتهم هم، ولكن انا بقول وجهه نظر الشخصيه، لا يصلح للنادي الاهلي، لا يصلح للبطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، لا يصلح ان هو يقود هجوم النادي الاهلي. محمد شريف ما بيطورش من نفسه، عامل زي مروان محسن بالظبط، والله العظيم ثلاثه الاثنين على الله حكايتهم. ولكن مدير فني بادئ بدايه كويسه مع النادي الاهلي، شغله باين في ارضيه الملعب، راجل اول لقاء ليه خارج ارضه في بطوله دوري الابطال بيقدر ان هو يكسب ويرجع بمكسب ويرجع باداء، وجمهور الاهلي النهارده كله متكيف يا جماعه. انا بقول لكم النهارده جمهور الاهلي كله متكيف، وعايز ابعت رساله لاعلام الزمالك، بالله عليكم مش عشان كسبنا 6 نهايط، مش عايزين نزيط، اتعلموا الدرس بقى، نفسي تتعلموا حاجه واحده في حياتكم. اتصدرنا ترتيب جدول الدوري المصري او الدوري المصري وكنا في الصداره، والاهلي كان في المركز ال16، قعدنا نحفل على الاهلي
وقعدنا نقلل من النادي الاهلي، والنهايه كانت ايه؟ او المحصله كانت ايه؟ انا مركز تاني ولا تالت، والاهلي خلاص في الصداره. الاهلي يكسب الماتش الجاي بقى متصدر رسميا. والاهلي لما بيركب ما بينزلش. وايه الاهلي كمان لما تصدر او ركب ما كانش عنده مدير فني. النهارده عنده مدير فني جامد، راجل بفكر اوروبي، راجل بيحب متعه كره القدم. ما يقولكش انا عايز اكسب كده وخلاص، لا، بيقول لك انا بحب المتعه، بحب اتمتع، بلعب لاجل نفسي مش لاجل حد تاني. انا احب كده اتمتع قبل ما امتع الجماهير. راجل بيحب متعه يمتع كده نفسه وهو شغال، يحب كده لعيبه الاهلي يمتعوه. فالاهلي الفتره اللي جايه هيبقى صعب، هيبقى سواد على اي حد هيواجه الاهلي سواء على ارضه او خارج ارضه. الاهلي يا جماعه رجع لحته تاني ان هو مش فارق معاه بيلعب فين. الاهلي هينزل يلعب في اي حته باسلوبه وبشخصيته، وهيفرض اسلوب لعبه على اي حد مهما كان هو مين. الاهلي بعد كده هيحط على التخين، هيجيب اضخم تخين في القاره، والاهلي هيحط عليه. ليه؟ عشان عنده مدير فني بتاع كوره. من النهايه يا جماعه، تعالى عزيزي المتابع نروح للزملكاوي احمد الخضري اللي بيغلط في كابتن محمود الخطيب ومش فاهم ليه. حاجه بقسم بالله الله المستعان. الواحد زهق يعني، حقكم عليا ان انا بقالي فتره ما بطلعش، بس والله الواحد مشغول ومضغوط وغصب عني، والواحد تعبان. وان شاء الله يعني هانت وهبقى معاكم يوميا على الله، كل يوم فيديوهين و3 زي الاول. بس والله عندي شويه ظروف كده يا جماعه، تعدي على خير باذن الله وهبقى معاكم. تعالى نروح كده للخضري الزملكاوي، اسمعوه هو بيقلل من كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب اللي المفروض اصلا لما الناس دي تيجي تتكلم عنه تعمل له تعظيم سلام او تقوم تقف له احتراما واجلالا. طبعا بيقللوا من كابتن محمود الخطيب عشان يتشافوا، او بقى حقد وغل وكراهيه. انا ما اعرفش كابتن محمود الخطيب عامل لهم ايه. اسمع. خطيب كلام في البيت ماشي. لا يعني قاعد يلف في الشارع، قاعد يلف في الشارع يعني مره يعني هو ماشي. لا يعني من جماهير الاهلي يعني ماشي يا باشا. دي اللي وقفت عندها يا باشا انا عايز اعرف بس. لا في الشارع يعني لا يقف في الشارع. ما لا مره لقيت يافطه ماشيه في الشارع. هو اللي قال، مش انا ما شفت. هو اللي قال. طب انا عايز اقول لك بس، انت شفت انا ما شفتش. هو الخطيب نفسه اديني فرصتك، ما انت عملت كده بقالك ربع ساعه. انت شفت يافطه؟ لا مش انت بشرح موقف الاهلي. طيب ما انت عارف انا بقول ايه. انت شفت يافطه الخطيب قال ان هو شاف. ايه؟ لا انا انت شفت؟ انا ما شفتش. طب انا بسالك، هو الخطيب شاف يبقى خلاص يعني هكذبه؟ انا مالي؟ انا بقول الكلام انا ما شفتش، وانا ما شفتش حد شاف. هو انت لازم تشوف. انت كنت بتلف معاه بالعربيه. واحد هو بيقول انت بتيجي سيره الراجل ده انت هتخليني بس بجد انا زهقت. يعني هو بيقول انا شفت في الشارع. انا بكلمك، بتقول لي بلاش. انا بكلمك انت ليه بتتعمل اول ما تجيب السيره؟ انا بقول لك انا ما شفتش ده وتعمل لي كده. ايه في ايه؟ الله في ايه بجد؟ انت اللي بتشوف لما بتسمع اسمه بتتنرفز ليه يا استاذ خضر؟ مالك ومال؟ ما انا قلت 9000 حاجه، هي دي اللي وقفت عندك. يعني ايه بسمع انت ايه اللي بيضايقك فيه؟ ان هو الناس طالباه وهو قاعد والجمهور ما عايزه. ايه المشكله في الموضوع؟ يا ابني ما انا سايبك قصايد مدح. انا بقول لك قصايد مدح يا عم. انا بعرض واقع حصل موجود. اسمع ادي الفرصه للوجه اتفضل قول. ادي فرصه للوجه الثاني. انا بقول لك انا ما شفتش يافطه ولا حد شاف اي يافطه ماشيه في الشارع يا عم. وانا بقول لك هو رجع تاني يوم في القرار. ليه شاف يافط؟ هو شاف كفرت ان انا قلت كده. طب وهي دي اتعاملوا عنه هو بني ادم. ما هو بني ادم. لا انت بتعملش بني ادم وانا قلت لك حد قال لك مش بني ادم مش ناجح. وبني ادم الناس بتحب. يا سيدي اعبدوه. ما بنعبدوش احنا، بنعبد ربنا. لا اله الا الله. لا بنعبدوش. استغفر الله. استغفر ربك. لا ما بستغفرش، مش هستغفر. براحتك انت. لكن انت مش قابل حتى كلمه عليه. ايه يا عمي؟ انا بقول لك مجرد ان تاني يوم رجع شاف يفط فين، خلاص هو قراره. انت ليه مش عايز تقتنع انه كان فيلم؟ لا ما كانش. لا كان فيلم والراجل ما كانش. والله كان فيلم. خلاص انت حر يا استاذ خضر. هو كان يعني فيلم. انت مش مقتنع؟ انا مش مكذبه، انا مصدقه هو. لا ما كانش فيلم. لا ما كانش فيلم. انا ليه؟ ضميرك مستريح وانت بتقول كده؟ لا ضميري مستريح. انا كنت متاكد ان الضغوط هترجع الخطيب. لا ما كانش فيلم. هو مش عايز يكمل يعني. اللي حصل ده ما كانش فيلم يا عم. فيلم ايه اللي هيخليه يكلمه يعني؟ خلاص يعني هو بيدعي المرض. مش داعي. انا ما بقولش بيدعي المرض، كل واحد حر. ده ما كانش سيناريو. لا ما كانش سيناريو طبعا. انت حر. ربنا يعافينا يا رب. ربنا يعافينا ويبعد عن طريقنا وعن سكتنا العالم الجحده، العالم اللي مليانه حقد وغل من ناحيه الواحد. الناس دي شر، ربنا يا رب يبعدهم ويعميهم عن سكتنا. انا عايز اسال الاخ الخضري ده، انت مالك اصلا الخطيب يرجع في قراره وما يرجعش في قراره ويقول لك انا هسيب الاهلي وامشي، لا هرجع الاهلي؟ انت مالك يا جماعه؟ حد يطلع يجيب لي حاجه يقول فيها ان الخطيب اساء لاي حد من العالم دي. اي حد يطلع يجيب لي بوست، تصريح، فيديو الكابتن محمود الخطيب وهو بيسيء للعالم دي. الراجل في حاله يا بني ادمين. ده انا هتجنن. ده اللي كان بيشتمكوا يعني الواحد مش عاوز، الواحد عاوز يتحفظ على الالفاظ اللي عايز يقولها، ولكن انا اعرف رئيس نادي كان بيهزقهم.
بيهزقهم وكانوا بيعشقوه، بيهزقهم، ما كانش بيعمل حاجه، ما كانش بيجيب بطولات، ما كانش بيعمل حتى 1% من اللي الخطيب بيعمله، وكانوا بيقولوا عليه الرئيس التاريخي لنادي الزمالك. النهارده كنتوا بتقعدوا تطبلوا لرئيس نادي ما حققش 1% من اللي رئيس الاهلي عمله، بتطبلوا له وبتقولوا عليه افضل رئيس جه في تاريخ نادي الزمالك وافضل رئيس لنادي في الشرق الاوسط، وتطبلوا له. لما يجي الاهلاويه يقولوا على الخطيب افضل رئيس وبيحبوه وان هم اللي رجعوه واستجاب للضغوطات وتلبيه الناس، زعلانين وبتغلطوا فيه وتقولوا اصل هو عبدوه. استغفر الله العظيم يا رب. ايه ده؟ ايه القرف اللي احنا فيه ده؟ ايه الحقد ده يا جدعان؟ العالم دي مش طبيعيه. هو الاعلام ما بيشوفش الحاجات دي؟ لا بجد، رساله للاعلى للاعلام. حضرتك في نضاره حاطط سماعه لا سامع ولا شايف؟ في ناس بتغلط في قيمه وقامه، في راجل المفروض ان هو رمز للكره المصريه كلنا نتباهى بيه، زملكاويه قبل اهلاويه، بعيد بقى عن اي حاجه. الرموز بتاعتنا بتتهان، الرموز بتاعتنا بتتهان يا جماعه من ناس ما نعرفش عنها حاجه، ما اعرفش اصلا هي شغاله ايه، ما اعرفش اصلا هي قدمت ايه للكره المصريه، ولا حد اصلا قرا عنها في طبق اليوم. ناس ملهاش تاريخ اصلا، ولا بتعرف تتكلم كوره ولا بتفهم كوره، بيطلعوا بس يبوظوا مفاهيمنا عن حاجه اسمها كره قدم. فالاعلى للاعلام لو مبسوط بالكلام ده تبقى مصيبه، تبقى مصيبه ان كابتن محمود الخطيب اللي اخواتنا واشقائنا في جميع الدول العربيه والخليجيه بيدافعوا عنه، عندنا احنا بيتهان. الناس عارفه قيمته وهنا احنا مش عارفين قيمته. لك الله يا كابتن محمود، اللي ليه في الكوره واللي ملوش بيفضل يهاجم فيك، اللي قاعد على المصطبه واللي قاعد في استوديو واللي قاعد على قهوه واللي قاعد في بيته، عالم فاضيه. بيستغلوا اسمك ترند ويستغلوا مرضك في الترند. شفاك الله وعافاك يا كابتن محمود. يعني الواحد مش عايز يحاسبن والله العظيم يا جماعه، يعني كفايه لحد كده. لايك وشير وسلام عليكم.